لو عايزة تروحي المصيف ومحتارة تعملي أكل إيه معاكي، تحضّري إيه في الشنطة، تاخدي إيه معاكِ فيه للأولاد، تعملي إيه، لو أول مرّة تروحي المصيف ومحتاجة مصيف كويس وعايزة تعملي حاجة جميلة معاكِ وتفرّحي نَفْسِك وتفرّحي أولادِك وتفرّحي جوزِك، تابعوني يا بنات، تابعوا الفيديو ده للنهاية علشان خاطر فيه حاجات مهمة جدًا، جدًا، وحاجات ما تتنسيش وحاجات مهمة جدًا، جدًا للمصيف. تابعوني للآخر وما تنسوش اللايك وتحطوا اللايك والاشتراك علشان خاطر يوصل لكم كل جديد بإذن الله. السلام عليكم أصحابي الحلوين، عاملين ايه؟ أهلا وسهلا بكم في قناة عالم شيماء المبدع، قناة إبداع بجد. وجايه لكم النهارده كمان فيديو جميل جدا جدا جدا. هو مش فيديو واحد، لا، هو سلسلة فيديوهات جميلة جدا جدا جدا، سلسلة فيديوهات تبعها كلها تبع بعضها، سلسلة فيديوهات المصيف يا بنات، محدش يفوتها في سلسلة فيديوهات المصيف. بس في البداية ما تنسوش تشتركوا في القناة وتحطوا اللايك والاشتراك علشان خاطر يوصل لكم كل جديد، وتشاركوا الفيديو يا بنات علشان خاطر نوصل لأكبر عدد ممكن يا بنات. بالله عليكم اللايك يا بنات واشتراك، اللايك والاشتراك بالله عليكم يا بنات، أهم حاجة. أنا يعني هو فضلا منك وليس أمرا، بس انت يعني هتساعد أخت مسلمة ليك إن هي تقدم لك كل جديد عندها وهتفرحوها وتقدم لكم كل حاجة مفيدة إن شاء الله، ومش هتبخل عليكم بأي معلومة مفيدة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا بينا نخش في الفيديو. اول حاجة هناخدوها معانا اللي هي ايه، الاساسيات. هنوضب كل حاجة اساسية معانا. هناخد مثلا الميكروفون ده، انا بحب اخده على طول في المصيف، بيسلي، بنحط فيه الفلاشة وبيسلينا، ويعني بنقعد كده في جو مصيف فعلا وحاجة جميلة. هناخد معنا نضارة الشمس وكريم اللي هو البنسونول، جميل جدا جدا جدا، ملطف ومرطب للجلد. مثلا علشان خاطر الشمس وتطلع مثلا من الشمس بيكون عندك مثلا حروق او كده، بيلطف الجلد. وطبعا ما ننسوش الشاحن اهم حاجة، وكريم الشمس برضو، ومعانا كمان العوامة. وطبعا ما ننسوش اهم حاجة يا بنات، الصابونة اهم حاجة. هو طبعا ما فيش هناك في السكن صابونة، بس احنا ممكن نشتري من هناك، بس هناك بيستغلوا استغلال جامد جدا يا بنات طبعا. وهناخد معانا المشط علشان خاطر برضو ايه هنحب نسرح وكده، فهناخد معانا كل حاجة اساسية. يلا بينا نخش على اللي احنا هنعمل فيه، جميل جدا، حاجات جميلة جدا، حاجات مفيدة جدا. هعمل معاكم مثلا الفطار بتاع اول يوم نروح فيه المصيف. واحنا ماشيين كده في السكة هنعمل يعني هنحتاج مثلا ان احنا ايه، نفطر حاجة خفيفة كده، نفطر يعني حاجات جميلة كده. هعمل لهم بيتزا اللي هو ايه نفطر بيه، تمام. وزي ما قلت لكم يا بنات، هم هناك بيستغلوا استغلال جامد جدا جدا يعني. كل حاجة بيحط عليها هناك بال15 وال20 جنيه. فاحنا بنحاول على قدر الامكان، احنا رايحين يا بنات مثلا ان احنا نتبسط ونتفسح وكل حاجة، مش عيب ان احنا نتفسح ونتبسط بأقل الإمكانيات. أدام إحنا عندنا وموجود عندنا حاجات في بيتنا عادي، ما فيش أي مشاكل، هناخده من عندنا في بيتنا ونعمل كل حاجة ونوضب وناخد معانا في الشنطة معانا، ونقلل من حاجات تانية ما هيش المفروض إن هي تيجي معانا. هقول لكم إزاي يا بنات في خلال الفيديو، بس تابعوني وتعالوا أقول لكم إحنا دلوقتي بنعمل إيه. أنا جبت نص كيلو من الدقيق، وحطيت عليه طبعا السكر وحبة ملح برضو والخميرة، وقعدت ادوبهم كده علشان خاطر يندمجوا مع بعض. وهعجنهم عجنة لحد اما تقول بس خلاص كفاية الحقوني، تمام. هعجن عجنة البيتزا الجميلة، وهحط طبعا وهحط كمان ايه يعني انا حطيت حبة لبن، وهحط طبعا ايه معاها مية، وهنعجن العجن الممتاز الجميل. وهنحط بيضة كمان يا بنات، وهنعجنها وندوبها ونقلبها مع بعضها كده. عايزين العجينة يكون فيها قيمة غذائية، يعني هو هيبقى فطار، احنا حطينا فيه اللبن وحطينا فيه البيض، فهي تبقى كده عجينة ذات قيمة غذائية. ولسه الحشو اللي احنا هنحطه كمان على وشها هيبقى حشو ممتاز وجميل جدا يا بنات. هنبدأ واحدة واحدة، ان انا مثلا ازود كل ما لا عايزة مية ازودها مية لحد ما تظبط معايا كده وتبقى جميلة كده بالملمس الجميل ده.
وهحط كمان في العجينة وانا بعجنها حبة زيت علشان خاطر يدي اللي هو القوام الناعم الجميل. وكده انا عجنتها كده، واتهنا بقى على وشها، هلمها واتهنا بقى على وشها واسيبها تخمر وترتاح عبال ما نشوف هنعمل ايه تاني. تعالوا بقى هنخش على الجمدان اللي بجد يا بنات. بص بقى هنحتاج ايه. انا معايا كده نص كيلو من اللحمة، او مش نص كيلو كمان، هو يعني يعني نص الا شوية. تمام. النص كيلو من اللحمة ده، او النص يعني هو ناقص عن النص بشوية. تمام يا بنات. وعليه حبة دهن كده، وهاخدهم هقلبهم في بعض وهدعكم في بعض، هقلبهم تقليبة جامدة يعني، علشان هما كانوا لسه في التلاجة، وكانوا لسه يعني ماسكين في نفسهم جامد يعني. في اكلات جامدة جدا للمصيف، واكلات جميلة جدا. لو انتوا حابين اقول لكم تكتبوا لي تحت في التعليقات، بس انا هديكم نبذة عن الاكلات اللي هي منكم ان احنا ناخدها معانا المصيف. منكم ناخد الاستريبس، منكم ناخد البانيه، منكم ناخد مثلا الحواوشي العيش بلحمة. وانا عملته معاكم قبل كده على القناة وجميل جدا يا بنات، وانتوا شفتوه. منكم ان احنا مثلا يعني ناخد اي حاجة ان احنا نعرف نسخنها هناك، يعني مثلا تبقى متجمدة معانا او تبقى محطوطة في التلاجة ونسخنها هناك، وتبقى بنفس الطعم لما نيجي نسخنها. يعني يعني تبقى فيها حاجة فيها دهن كده. لما تيجي تسخنها تلاقيها سايحة منك كده، تاكليها اكنك بتاكلي صوابعك ورا، اكنك بتاكلي حاجة جميلة جدا جدا كده. هو طبعا احنا في الاول وفي الاخر احنا مش بنروح المصيف علشان خاطر مثلا الاكل والشرب، والله بجد يا بنات. اللي هو يعني احنا كنا مثلا بنفضل قاعدين على البحر بننسى احنا بناكل ايه، بننسى احنا هنشرب ولا ايه. يعني حاجة جامدة. بان البحر بيجوع بس، ولا انت تقومي تمشي من على البحر وتروحي في حتة تانية تلاقي نفسك ان انت عايزة تاكلي. انا كده بدأت ان انا اعجنها جامد خالص كده، وهنشوف هنعمل ايه تاني. همسك بصلتين كبار كده او 3 بصلات كبار، وهقطعهم واحده بواحده كده، واحطهم في اللي هي المسحنه بتاعه الخلاط دي. انا حطيتها في جزء الخلاط علشان خاطر تتفرم، ما اتفرمتش خالص، فانا جبت المسحنه بتاعه الخلاط دي وهخلطها فيه، وخلطتها واحده واحده برضو خالص، ونعمتها ناعمه تبقى يعني لا هي ناعمه خالص ولا خشنه خالص برضو. وطلعتها كده من المسحنه. كل ما اطلع حاجه اصحنها اعصرها جامد كده عشان خاطر تنزل كل السوائل اللي فيها. وجبت كده اللحمه اهوت، وبدات ان انا امسك البصل كده اعصره في طبق تاني كده، واللي اعصره احطه على اللحمه، اللي اعصره احطه على اللحمه، لحد ما خلصت كل كميه البصل اللي انا بعصرها وحطيتها على اللحمه. وبدات ان انا اقلبهم في بعض تاني تقليبه برضو علشان البصل واللحمه يروحوا مع بعض كده. وسبت ميه البصل برضو على جنب كده علشان هنحتاجوها في التصبيع برضو في النهايه. البصل جميل جدا جدا في الكفته. انا ممكن كنت حطيت طماطم، بس انا ما حبيتش خلاص ان انا احط طماطم. انا استكفيت بالبصل، وحبيت برضو معلقتين 3 كبار، معلقتين كبار كده دقيق بيمسكوها بيخلوها هشه جامد جدا وجميله جدا برضو، بيخلوها جميل. تمام. ودي كده مية البصل اللي هي عملت معانا، اللي البصل عملها. هما دول كانوا عبارة عن 3 بصلات كبار صحنتهم بالمصحنة، يعني لا هما ناعمين خالص ولا خشنين خالص. وحطيتهم على اللحمة، وبدأت ان انا اعجنها زي ما كني بعجن فطيرة او حاجة. وكان ملمسها جميل جدا لحد عايزينها تبقى ناعمة خالص خالص يعني يا بنات. تمام. بدأت بقى ان انا احط عليها التوابل والبهارات بتاعتها. حطيت الاول معلقه ملح. تمام. المعلقه كانت جميله جدا برضو. وحطيت بصل بودره وتوم بودره جميل جدا، كان ريحتهم رهيب، كنت جايباهم من مكان جميل جدا يعني موثوق منه. كان ريحتهم بصوا فايحه كده يا بنات، حتى لما حطيتها في البرطمان كانت ريحتهم فايحه جدا، كانوا عاملين ريحه جميله جدا في الكفته. وحطيت معلقه صغيره كده من الفلفل الاسمر، وحطيت برضو معلقة صغيرة من البهارات، بهارات اللحمة يا بنات.
بنات، وحطيت معلقة برضو من اللي هي الكزبرة جميلة جدا. انا بحب الكزبرة قوي يا بنات، مين اللي زي كده؟ انا بحب الكزبرة قوي، بحب احطها على الشيبسي، بحب احطها على البطاطس المقلية، بحب احطها بص على اللحمة، احطها مش عارفة حد زي كده، بس انا بحبها قوي. الكزبرة دي جميلة، بقطعهاش اصلا من عندي من البيت. واحنا اصلا هنا بنزرع الخضرة، ولما بتكبر بتعمل كزبرة بنجيبوها هنا نخزنوها. جميلة جدا، وبتدي ريحة جميلة جامدة قوي برضو. تمام. وبدات خلصت بقى كل توابلها، وحطيت يا بنات كنت ناسي اقول لكم، حطيت برضو البابريكا من الحاجات الجميله برضو، زودت معلقتين كده، انا بحب البابريكا قوي قوي كمان. بس طبعا انا زي ما قلت لكم ما حطيتش طماطم ولا فلفل ولا اي حاجه، انا استكفيت بان هي تكون لحمه بتوابل ببصل، كانت جميله جدا جدا. ونسيت اقول لكم كمان يا بنات، ربع معلقه بيكنج باودر، بيكنج باودر ربع معلقه، بتخليها هشه جميله جميله جدا، جميله قوي يا بنات. معلش اعذروني عشان انا بسجل لكم الفيديو اصلا وانا فرحانه مصيف بقى وكده، يا جمال يا جمال يا عم يا سيدي. حطيت 3 معالق دقيق كبار كده، دي يعني والله بجد جميل جدا برضو. تمام. وكانت بجد يعني انا كنت شايفاها على قناة حد برضو من اليوتيوب، والله بجد يعني تسلم ايديها، وبجد يعني طلعت جميلة جدا، وكانت هشة، وكانت روعة يا بنات. تمام. يعني عايزة اقول لكم كمان يا بنات، يعني الكفتة من الحاجات الجميلة. هي اي نعم بتاخد لحمة كتير، بس يعني ما فيهاش توفير، بس هي برضو من الحاجات الجميلة. تمام. وانت كمان ممكن ان انت مثلا تعملي بربع كيلو لحمة، وتحط مثلا، في ناس بتحط عليها اللي هو يقولوا مع الفول الصويا، وبيحط عليها برغل، وبيحط عليها اللي هو بطاطس مسلوقة كمان، بيحط عليها بطاطس مسلوقة. انا شفت على اليوتيوب برضو، وانا ببحث كده كنت حابة ان انا اعمل حاجة توفير وتدبير، لقيت يعني كمية حاجات محطوطة. كفتة دي ولا بطاطس يا عم؟ كفتة، شكلها كفتة برضو. بس والله يعني انا جربت مرة قبل كده باللي هي بالفول الصويا والبلغور، دي كانت جميلة قوي والله بجد يعني. وفي ناس جربت اللي هي بالبطاطس المسلوقة وحطها مع اللحمة ورستها مع اللحمة، والله بيشكروا. ويعني الدنيا تجارب والدنيا علام. هي يعني هتتاكل يا عباس، هي لازما هتتاكل. تمام كده. احنا عجلنا اللحمة بقى وهنسيبها ترتاح في التلاجة، وتعالوا نشوفوا الحاجات اللي احنا وضبناها تاني معانا. عملنا كمان، عملنا يعني احنا عاملين كفتة، يبقى طبيعي هنعمل رز بسمتي. تمام. طبعا انا حبيت اعمل رز بسمتي علشان خاطر الاولاد برضو، وانا عندي اطفال يعني، مش اللي هو العيش بيبقى مفضل ليهم، لا هو الرز والحاجات يعني الرز والمكرونه هي دي بتبقى مفضله لهم اكتر من العيش. تمام. فانت كل واحد برضو حسب الاطفال اللي معاه، وكل واحد حسب برضو العيله اللي معاه او جوزك او انت بتحبي تاكلي. والله يا بنات احنا كنا واخدين معانا كمان عيش، وكنا واخدين بكاكيم، كنت عاملاها معاكم برضو على القناة، قرص فلاحي، وكنا يعني واخدين معانا حاجات جامدة، يعني حاجات ياما كتير والله بجد. بس يعني احنا حبينا الرز برضو، يعني احنا كنا هنقعد 3 ايام، بس يشاء القدر ونقعد يومين بس. تمام. بس الحمد لله والله على كل حال اتبسطنا وفرحنا، وكان البحر جميل جدا جدا. بس يعني انا بسجل لكم الفيديو ده يعني بعد ما رحت وجيت، حبيت ان انا اسجل لكم المقطع ده بالذات وبعد ما روحت وجيت، علشان خاطر اقول لكم ايه اللي نفعني وايه اللي ما نفعنيش. وحاجة جميلة جدا بجد يعني. يا رب كلكم كده تروحوا المصيف وتفرحوا قد ما انا فرحت كده واكتر ان شاء الله. انا هنا عملت بالرز البسمتي عملت حطيت الزيت، وحطيت عود القرفة، وحطيت الليمون الناشف ده اللي اسمه قراص ياباني بنات، مش عارفة اسمه ايه هو اسمه ليمون مجفف. تمام.
هو انا جبته من عند العطار، قلت له انا عايزه ايه اللي هو التوابل بتاعه الرز البسمتي. عطاني، انا عارفه الكركم وعارفه عود القرفه، بس هو عطالي هي ليمونه مجففه يا بنات، بس انا مش عارفه بجد هم يعني ايه بيسموها ايه. وحطيت طبعا حبه فلفل وحبه ملح ودوبتهم كده، خليت ريحتهم طالعه، كانت ريحتهم طالعه جنان. تمام. يعني ومنكم كنت حطيت كمان بصلايه خرطتها كده وسبتها تتشوح معاهم. بس اللي هو ايه، يعني عندي يعني اولادي مش بيحبوا مثلا البصل على الاكل، او مش بيحبوا يعني الرز البسمتي عايزينه لوحده، هو رز البسمتي عايزينه لوحده، بيحب مثلا بيبقى متحمر عليه زبيب وحاجات من دي. بس انا ما كانش عندي زبيب ساعتها، بس ان شاء الله هعمله تاني وهعمل لهم معاه زبيب، علشان هما كانوا حابين الزبيب قوي لما كنت عاملاها لهم اخر مره. قمت كده انا طبعا كنت بله الرز، كنت بلاه نص بله كده وسيبته يتنجع، وقمت شايلاه بقى. اول ما شلته وسبته يتصفى بقى واتجفف كده، يعني غيبت عليه زي ما يكون اتجفف كده، مش عارفه ايه اللي حصل له بجد. بس والله بجد هو طلع حلو وجميل جدا. انا حطيت بقى عليه ايه الميه، يعني حطيت اكتر من اكتر، يعني عومته ميه كده يا بنات. تمام. وحطيت برضو ايه سنه ملح، حاجه بسيطه برضو. و يعني ايه سيبته كده بقى ياخد ويدي مع نفسه، وكل شوية افتح مثلا اشوفه. وحطيته على نار هادية خالص. وطبعا كنت حاشية شوية، مش عارفة انا كنت حاشيهم ليه، رجعت حطهم تاني. فيعني ايه والله كان حاجة جميلة جدا، وكان ريحته طالع جميل جدا جدا. وبألف هنا على قلوبنا وقلوبكم ان شاء الله بإذن الله. كده انا هقفل بقى على الرز البسمتي، وهنشوف بقى احنا هنشتغل في ايه تاني ونعمل حاجات تانية الجمدان اللي هيعمل قلبان. تعالوا يلا بينا نخش على الايه الكبير والجامد اوي. ندخل بقى على النواشف والحاجات اللي احنا هناكلوها مثلا بعيش، او هنغمسها، او هتبقى معانا فطار، او هتبقى حاجه خفيفه كده. طبعا الشيبس ده انا كنت قلياه عندي في البيت، انا عندي بطاطس طبعا مخزناها، بحب اخزن كل حاجه. قليت كل الاكياس دي قليتها معايا، وخدت طبعا ايه كيسه المخلل. وطبعا كان في موسم وماما جايبه لها ايه يعني حلاوه الموسم والموسم وكده يا بنات، فقلت نستغل الفرصه وناخد معانا الايه كيس الحلاوه ده. وكنت واخده علبه جبنه دروس، وكنت واخده الشاي والسكر معايا برضو، يعني حبه شاي كده وحبه سكر. وكنت واخده كوبايات معايا ومعالق. وكنت واخده طماطم عشان خاطر كنا هنجيب هناك، كنا عاملين حسابنا ان احنا نجيب هناك سمك، نعمل سلطه وكده. وطبعا عملت البيتزا وقطعتها، وعملت الكفته وصبعتها وحطيتها في الفرن وطلعت. وطبعا مش عارفه الفيديو ده راح فين، يعني دورت عليه كتير في التليفون، مش عارفه هو بجد راح فين، مش عارفه انا نسيت اصوره ولا حطيته فين. بس انا كنت متفرجه عليه والله الفيديو قبل ما انزله لكم، بجد مش عارفه ايه ده. المهم خلينا مع بعض بقى. ده الرز البسمتي يا بنات، ودي الكفته. شوف الكفته جميله جدا رهيبه، حاجه جميله جدا. واللي في العلبه اللي هناك دي، اللي في علبه الحلاوه اللي وريتها لكم، كانت الحشوه اللي هي تحت الكفته، كانت جميله جدا. وكنت طبعا واخده معايا السكينه، والكيسه دي فيها بكاكيم يا بنات. يعني الكفته بجد كانت رهيبه بجد. انا كان نفسي اوريكم وانا بصبحها، بس ولا انا صبحتها على معلقه كده، وبدات ان انا اخد بميه البصل اللي كانت معايا واصبع بيها. كان حاجات جميله جدا. وطبعا انا لفيت طبعا الكفته بالرز البسمتي كده في قلب اكياس كده بالورق السلوفان بالاستريت، وخدتها في الصينيه بتاعتها علشان خاطر نسخن مع بعض الكفتة هناك على البوتاجاز بالصينية. طبعا بقى نيجي علشان خاطر الملابس والهدوم والحاجات الجامدة ديت. تمام. انا هقول لكم كده على السريع انا خدت معايا ايه، علشان خاطر الفيديو كان طويل قوي قوي، والمساحة ما كانتش مكفية. فانا لقيت نص الفيديو اتمسح، او نص الفيديوهات اللي عندي، اكتشفت بعدها ان نص الفيديوهات اللي عندي اتمسحت. فانا اقول لكم كده على السريع ايه اللي انا خدته وايه اللي المفروض ناخدوه والحاجات الجميلة بتاعتنا. تمام.
بصي يا بنات، خليكم معايا كده علشان خاطر ما ننساش اي حاجه، واي حاجه كلها تبقى معانا تمام. انا خدت طبعا اول حاجه خدتها تضمين سرير، يعني ملايتين، مش تضمين ولا حاجه، هو انا خدت ملايتين علشان خاطر على السرير اللي انا هنام عليه افرش مثلا ملايه، واللي الاولاد هينام عليه افرش ملايه. انا مش بحب ان انا انام على ملايات، يعني ناس كتير هناك في السكن بيبقوا نايمين عليها، فانا بحب ان انا حاجتي تبقى خاصه بيا تمام. خدت ايه تاني؟ خدت عباية انزل بها البحر، عباية انزل بها البحر. طبعا انا مشتريتش لسه مايو كده، كان نفسي ان انا اشتريه بس ما حصلش نصيب ان انا اشتريه، فانا خدت عباية واحدة بس انزل بها البحر. وخدت كمان؟ خدت دريس ان انا مثلا نمشي بيه، نروح نتفسح مثلا بالليل او كده. خدت الدريس ده تمام يا بنات، ان هو امشي بيه بالليل او كده، نتفسح سوا. وطبعا انا ما خدتش غير العبايه دي بس بالطرحه بتاعتها. انا كنت مثلا بروح السكن بشطفها او بغسلها وبنشرها، واجي لما اروح تاني مثلا البسها. يعني مش عايزين كتر هدوم، يبقى انا خدت العبايه والدرس اللي همشي بيه بالليل في الفسحه او كده، وخدت مثلا معايا بيجامه او عبايه تانية ان انا مثلا هلبسها في السكن وانا قاعده. وخدت برضو للاولاد مثل هذا بالظبط، يعني انا ما كترتش في الهدوم، مش مثلا هيروحوا البحر النهارده باللبس ده، والبحر بكره باللبس ده، ومثلا هينمشوا باللبس ده النهارده واللبس ده بكره. لا، هو يعني انا حبيت الشنطه تبقى خفيفه كده، وطبعا حاطه فيها الاكل بتاعي، وعلشان خاطر ما نمشيش برضو بحاجات كتير، يعني ملهاش اي لازمه اصلا الحاجات الكتير. والجوزي برضو خدت له كمثل برضو طقم ينزل بيه البحر، وطقم يمشي بيه بالليل، وطبعا الطقم الخروج اللي احنا بنروح وهنيجوا بيه هو. وخدت طبعا شباشب، كل واحد شبشب للبحر، ما خدتش غير هو شبشب واحد والله، ونفس الشبشب اللي احنا كنا بنروح بيه البحر. يعني كنت جايبه حاجه حلوه نظيفه، يعني تنفع مثلا ان انا امشي اروح بها البحر، وامشي بها برضو يعني اروح اتفسح بها، يعني حاجه حلوه شياكه كده، ما فيهاش اي يعني ان هي تبقى وحشه او كده، لا كانت حاجات جميله جدا والله بجد. الاهم حاجه يا بنات ان احنا اتبسطنا وفرحنا. وطبعا انا لميت الشباشب كده في كيس وحطيتها في ريح هو يعني الهدوم. وطبعا يا بنات ممكن تاخدي مثلا لو ما عندكيش عباية مثلا تقعدي بها هناك او كده، ممكن تاخدي اسدال الصلاة، وخدت برضو حاجة نصلي عليها، حاجة مصلية خفيفة كده خالص، خدتها معايا علشان خاطر ما يعملش مكان كبير في الشنطة. والله يا بنات اهم حاجة ان احنا فرحنا، واهم حاجة ان احنا انبسطنا كده، وكانت فسحة جميلة جدا جدا. وعايزة كل واحد يكتب لي تحت تعليقات ايه الحاجات اللي خدها في المصيف، ايه الحاجات اللي الجميلة اللي ساعدته انه ياخدها في المصيف. وطبعا كمان يا بنات خدت ابرة وخيط، انا نسيت اقول لكم على الابرة والخيط، علشان لو في حاجة انقطعت منكم هناك او كده. يعني والله بجد الحمد لله، الف حمد وشكر لك يا رب. واخدنا طبعا العاب البحر بتاعت الاولاد، السطل والحاجات دي، حاجات جميله جدا بتفرح الاولاد وهم اصلا رايحين المصيف. خدناهم في شنطه كده في ايدينا واحنا ماشيين. عايزه بقى كل واحد راح المصيف يا بنات يقول تحت في التعليقات على تجربته الجميله، وما تنسوش يا بنات تحطوا اللايك والاشتراك علشان خاطر يوصل لكم كل جديد باذن الله. بالله عليكم يا بنات تشاركوا الفيديو، علشان انا عايزه بصوا الفيديو ده يجيب اكبر عدد من اللايكات واكبر عدد من المشتركين. عايزة فيديو بجد يعني يا بنات يكسر الدنيا، بالله عليكم يا بنات. واسيبكم كده مع الفيديو الجميل ده، ومع مشاركتكم لاصحابكم لهذا الفيديو، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.